صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض البصاره. في ناس كتير قوي بتحب البصاره وطبعا انا مش منهم خالص، بس فعلا بعد ما جربت الطريقه دي للبصاره طلعت وهم جدا وحبيتها وحبيت ان انا اكلها وكانت حلوه جدا. وعايزه اقول لكم انها طريقه سهله جدا، وزي ما انتم شايفين كده عيش ناشف معاها كان جامد جدا. اول حاجه نبدا ان احنا نجيب حله ويكون فيها ميه، وهنبدا ننزل بالفول المدشوش حوالي ربع كيلو، طبعا يكون مغسول وجاهز معانا. وهنبدأ ان احنا ننزل ببصلاية متقطعة على 4، وبعد كده هننزل بحزمة من الكزبرة. الإضافة اللي جاية دي بقى إضافة اختيارية، طبعا الناس اللي بتحب البصارة يكون لونها أخضر ما يحطوهاش، ولو حابين ان لونها يبقى أصفر زي ما أنا عملتها كده يحطوا الجزر. ده جزر بيبقى متفرز عندي في الفريزر، بيبقى جاهز ان انا احطه قطع كده متقطع قطع صغيرة. بعد كده هنبدأ ان احنا نقلبهم كده لغاية ما يغلوا مع بعض غلو حلو. حبيت ان انا ازود شوية مية كده عشان تكون المقادير كلها عليها مية. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي سهلة جدا وما خدتش في ايدي وقت، وفي حلة واحدة كده هننجز على طول ان احنا نعمل البصارة وتكون جاهزة. وبعدين دي حاجة كمان باردة كده تنفع للصيف والحر بتاع الصيف، فهي بصراحة غدا جامد جدا. هنبدأ ان احنا نغطي دلوقتي المكونات دي كلها. طبعا ما ننساش معلقة من التومة كده، معلقة صغيرة. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نعمل البصل بتاع البصاره اللي بيبقى مقرمش، اللي هو البصل المحمر. حاجه كده جامده جدا. هنقطع البصل جوانح ونبقى مجهزينه، وهننزل عليه معلقه كبيره من الدقيق، وهنبدا ان احنا نوزع الدقيق فيه كده زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. البصل المحمر المقرمش بيبقى مع البصاره بيبقى جامد جدا، فبجد جربوه. طريقه دي سهله جدا قوي في عمايله، واحنا بنعمل البصاره كده نبدا ان احنا نعمله. دلوقتي بقى هنركن البصل شوية لان غليت معايا البصارة، وهنبدأ دلوقتي ان احنا نطفي عليها، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطها في الخلاط بتاعنا ونبدأ ان احنا نضربوها. بس هنسيبها تهدى الاول شوية على ما نقلي البصل بتاعنا. هنحتاج زيت سخن، وهنبدأ ان احنا ننزل بالبصل فيه ولغاية ما يتحمر معانا ويتقرمش كده بقى، يبقى جامد جدا بجد، بحبه قوي البصل ده. وبكده يكون البصل جهز معانا، وهسمعكم دلوقتي صوت القرمشة بتاعته، حاجة كده جامدة جدا. بيفضل ان احنا نطلعه في مصفى ألمونيا كده زي ما انتم شايفين عشان ما يبقاش شارب زيت خالص. طبعا بقى دلوقتي هنحتاج ان احنا نحط زي مغرفة كده صغيرة من البصل على البصارة قبل ما ان احنا نضربها في الخلاط. بتديها اضافة حلوة وطعمها بيبقى لذيذ قوي. نجيب بقى الخلاط ونبدأ ان احنا نحط فيه البصارة عشان نضربها. وزي ما انتم شايفين دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نحط البصارة في الحلة تاني، بس بعد ما نحط شوية زيت كده. بجد حاجة جامدة جدا، وده القوام المناسب للبصارة. هنحط بقى شوية بهارات كده، شوية كزبرة على شوية ملح شوية فلفل. حاجة كده بتبقى اضافات بسيطة، وبجد طعمها كان خطير ولونها تحفة جدا جدا جدا، وشكلها وقوامها حلوين قوي. انا عن نفسي ما كنتش بحب البصارة خالص، ما كنتش احطها في بوقي اصلا، لكن بالطريقة دي بجد انا عجبتني جدا البصارة واكلت منها. ما اكلتش كمية لان انا برضو مش هيبقى ليا تقل جامد، لان انا برضو ما بحبهاش، بس طعمها كان حلو وكان مغري ان انا اكلها بصراحة.
هنبدأ دلوقتي بقى نجيب البريم او الطبق او اي حاجة هنبدأ ان احنا نغرف فيها البصارة بتاعتنا، ونبدأ دلوقتي نسيبها تهدى شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطها في التلاجة عشان تطلع بقى معانا اجمد بصارة. وطبعا الطعم عايزة اقولكم ان هو كان جامد جدا. وبصراحة انا شايفة ان البصارة حاجة كده حلوة جدا في الصيف، لان هي بتبقى ساقعة كده لما بتطلع من التلاجة، ولازم تتاكل ساقعة، ما ينفعش تتاكل سخنة خالص، فبتبقى حاجة كده حلوة في الصيف. عملت الكمية دي، عملت معايا حوالي 5 بريمة. طبعا البريمة دي بتبقى كبيرة جدا، بتاخد حجم كبير. تعالوا بقى اقول لكم نعمل عيش محمص ازاي. العيش اللي هو الصغير، اللي هو بتاع اللي بيتحط على فتة الشاورما، اللي بتتباع بره وبنحبه قوي. تعالوا بقى اقول لكم على طريقته بيتعمل ازاي في البيت. طريقة سهلة جدا. احنا هنجيب العيش البلدي بتاعنا العادي خالص، وهنبدأ ان احنا نقصقصوه زي ما انتم شايفين كده لقطع صغيرة خالص كده، مش قطع صغيرة قوي يعني، يكون كده مربع كده متوسط. وهنبدأ ان احنا نحط عليه شوية بهارات وشوية تريكات كده عشان يطلع معانا طعم حلو. بجد ده بينفعنا في وصفات كتير قوي، يعني الناس اللي عايزة تعرف طريقته تتفرج كده لغاية ما تشوف الطريقة كلها، لان هو فعلا بينفع في المطبخ جدا. ولو انتي حابة تاكليه كده اصلا بيبقى حلو جدا، يبقى عامل شبه التوست كده، بس بيبقى طعمه تحفة قوي. خلصت الكمية كلها من التقطيع، هنحط بقى معلقتين كده سمنة. وطبعا بعد ما تقلبي حطي معلقتين سمنة تانيين بعد ما تقلبي، عشان احنا كده بنحط على الوش، لان هي كمية كبيرة. لو كمية صغيرة فخلاص عادي. حطيت كده شوية سمنة حلوين، هما مش معلقتين قوي يعني. وبعد كده رشرشت شوية كمون، وشوية فلفل اسمر، وشوية ملح. وطبعا ما ننساش اللي هو اصلا بيديله طعم حلو قوي، وهو الثوم. يعني الثوم في العيش المحمص ده بيبقى بيديله طعم حلو قوي. نبدأ بقى كده ان احنا نقلب كويس قوي العيش، عشان تبقى البهارات على العيش كلها. ولو انتي حسيتي ان كمية العيش كبيرة بتحطي بهارات تاني، لو مثلا لسه ما مش كل العيش تحط له بهارات وسمنة. وندخله بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة كده، وهيطلع معانا اجمد عيش. وسامعين بقى الصوت دلوقتي. طبعا بقى عايزه اقول لكم ان هو بيبقى مقرمش، ومع البصاره حاجه جامده جدا. ودي البصاره بتاعتنا بعد ما جمدت في التلاجة وسقعت، وهنبدا ان احنا ناكلوها بقى كده. يا سلام يا سلام بجد. وده البصل بتاعنا برضو، سامعين صوت القرمشه. دلوقتي بقى نحط شويه بصل كده بقى على طبق البصاره. حاجه كده جامده جدا وعظمه قوي. انا عندي ماما بتحب قوي الوصفه دي، بتعشق البصاره. وفعلا الطريقة دي حلوة جدا في عمل البصارة، وطعمها كان خطير قوي قوي قوي. فجربوها، قولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني مع بعض. ودي كده كانت اجمد حاجة عملتها الفترة اللي فاتت، وهي البصارة بطعم جديد، واكلتها وكانت حلوة جدا. اشوفكم من جديد ان شاء الله. باي باي.